الدهانات الاول ولا الارضيات؟ نقطه خلاف كبيره ما بين المهندسين وبعضهم، بالظبط كده زي ما في مهندسين بيحبوا يشتغلوا الاسقف الاول قبل الارضيات، وفي غيرهم بيحب يشتغل الارضيات الاول. وتعالى نفهم ترتيب بند الدهانات ونفهم فنيات، وبعدين بقى نشوف انهي الاول. وعلى افتراض انك بدات بالارضيات يبقى لازم تحميها، وعندك 3 اختيارات. اولهم بعمل طبقه سميكه من لبان الجبس، ولك ان تتخيل بقى طبقه جبس مفروده على مسطح البروسين او السيراميك بتاعك بالكامل. لما تشيلها بقى تتوقع ايه اللي ممكن يحصل للسيراميك بتاعك او البروسيلين؟ هيجير طبعا، ولمعته هتنطفي. ده انا في فيديو السقيه قلت لك اوعى تسقي السيراميك بتاعك او الارضيه بتاعتك بكامل المسطح، تقوم انت عامل لي طبقه لباني سمكها قد كده وترميها على المسطح كده؟ انسى، الطريقه دي مش حلوه. الحل التاني هنحط مشمع بولي ايثيلين تخانته كويسه، بس برضه مش هينفع ولا هيحمي الارضيه، وهيتقطع من كتر هرس الصنايعيه داخلين طالعين. الحل التالت والامن الكرتون المضلع او المذبذب، سمكته هتكون تخينه وهيتحمل معاك ويحمي الارضيه، واقدر احط عليه كمان مشمع بولي لو انت موسوس حبتين وجايب حاجه اماراتي او اسباني وخايف عليها شويتين. بعد كده ببدا في مراحل تنفيذ بند الدهانات بتاعتي: المراشمه، التجليخ، المعجون، الصنفره، التنفيض، وشين بطانه، واختم بالوش النهائي بتاعي، واللي هنتكلم عنهم بالتفصيل في فيديوهات جايه ان شاء الله. انا محمود مختار، وده كان فيديو النهارده. سلام.